راح أوضح بعض الأمور اللي تتعلق بالاشتراك المدعوم. من ميزات الاشتراك المدعوم اللي راح تقدمه الوزارة أنه راح ننطي إنترنت مجاني 10 جيجا بايت لكل بيت عراقي. هاي الخطوة الهدف منها أنه نساعد العوائل المتعففة، بمعنى أنه حتى لو هو ما مشترك أصلا بالإنترنت ولا راح يشتري أي اشتراك، راح ياخذ 10 جيجا مجاني. قد تكفيه إذا كان هو تكفي لأولاده للمدارس ولهاي الأمور والاتصالات البسيطة. في حالة رغب بالاشتراك يكون سعر الاشتراك 15,000 دينار عراقي فقط، مقابل 100 جيجا خالصة إله، يعني تكون للمواطن فقط، ما حد يشارك بها هذه 100 جيجا، مو مثل وضع الاشتراكات الحالية. 100 جيجا وتكون السرعة بهذه 100 جيجا عالية جدا، احنا نسميها unlimited speed، فراح تكون بقدر ما يتحمل الراوتر مالته بالبيت. ايش قد يتحمل الراوتر مالته اللي بالبيت راح تجي سرعة أعلى. فبالتالي بهذا الاشتراك المدعوم هنا المواطن اجته السعة خالصة إله، ما حد مشاركة بيها، وجدته بسرعة جدا عالية، وجا وياها انترنت مجاني. المسألة الأخرى، لو فرضنا خلص الاشتراك ما ينقطع عليه الانترنت، يستمر الاتصال حتى لو انقطع، يعني خلص الاشتراك. الشيء الآخر والأهم، الآن المواطن بالخدمة الحالية مثل اللي مشتري بضاعة ما يعرف مواصفاتها، يدفع اشتراك والخدمة ضعيفة. الآن بهذا الاشتراك راح يصبح المواطن هو بنفسه يقيس الخدمة اللي مشتريها، اللي هو الاشتراك المدعوم. راح نهيئ له تطبيق، منصة أو ابليكيشن خاص لدى كل مشترك. هذا التطبيق بواسطته المواطن يقيس السرعة اللي احنا نقول عليها عالية جدا، ويقيس السعة اللي واصلت له، وش قد بقى منعتها 100 جيجا اللي هو اشتراها. طبعا خشية أنه مثلا قد يتفاجئ المواطن بالبيت فجأة بسرعة، يعني مثل عائلة استهلكت الاشتراك بسرعة، راح تجي إشعارات دورية عن حالة الاشتراك. يقدر أيضا يجدد الاشتراك أبو 15,000 لأي عدد من المرات. طبعا الآن المواطن حقيقة لو جدد الاشتراك 3 مرات بالشهر راح يدفع 15,000، عفوا في 3 45,000. هو حاليا دا يدفع 45,000 مقابل اشتراك محدود وضعيف. لو يريد يدفع نفس 45 راح يدفعها، راح تكون مقابل 300 جيجا والسرعة مفتوحة وقابلة للقياس من قبل نفسه. المسألة الأخرى أنه حقيقة الاشتراكات الحالية، خشية أنه بعض الناس يفضل أنه يستمر على الاشتراك الحالي، ففي حال رغبة المواطن بهذا راح يخبر الوكيل أنه يقول له أنا أريد من الاشتراك الحالي أو أريد من الاشتراك المدعوم، يعني المواطن راح يكون مخير بين الاشتراكين. طبعا إطلاق الاشتراك الجديد المدعوم راح يكون اعتبارا من 1 شباط. راح نترك هذه الأسبوعين فترة لأصحاب الأبراج والوكلاء والشركات حتى يتهيئون فنيا لإطلاقه. لكن إحنا حقيقة أنا أناشد المواطنين أنه حتى ننجح هذا الاشتراك أرجو أن يهتمون بأرقام الشكاوى اللي مذكورة هذه واللي راح ننشرها، لأنه ما نقدر إحنا نحاسب الوكلاء ونحاسب الغير ملتزمين إذا ما تساعدنا الناس وتبلغ عن عدم التزامهم. هذا بالنسبة للاشتراك المدعوم. طبعا الاشتراكات الحالية راح تأخذ اعتبارا من 1 شباط راح تأخذ 3 تسعيرات فقط. ينباع اشتراك ب30,000، ماكو دينار زيادة على 30,000، واشتراك ب45,000، واشتراك ب60,000. أي وكيل يبيع لكم دينار فوق هذه الاشتراكات أو 15,000 يبيع دينار زايد،
أرجو أن تبلغون عبر الشكاوى. إحنا إذا ما تتعاون الناس معانا ما راح نقدر يعني نخلي هذه الأهداف اللي إحنا نريدها تتحقق. حقيقة هذا الاشتراك بمزايا عديدة. أولها عالج غلاء الأسعار اللي هو المواطن يعاني منه والشركات أيضا تعاني منه. فإحنا قدمنا دعم من الوزارة لشركة الاتصالات بأنه تقدم ساعات إضافية حتى توصل لخدمة جيدة للناس. من انخفضت الأسعار، الميزة الأخرى المهمة أنه نتيجة انخفاض الأسعار راح نقضي على تهريب الإنترنت. وجميعا حضراتكم لابد سامعين عن التهريب كيف يسبب خسارة مليارات من الأموال للدولة العراقية. فمن خلينا الاشتراكات شبه مجانية أو مدعومة بعد ما تصبح أكو جدوى من التهريب. المسألة الأخرى، هذا الاشتراك راح يخلي المواطن بعد ما يستطيع أبو البرج يدمج، عملية الدمج اللي يقوم بها أصحاب الأبراج بعد ما تصبح ممكنة، لأنه أكو اشتراك محدد بسعة محددة وصلت للمواطن. مسألة أخرى أنه المواطن يأخذ كفايته. يعني ليش الكل يدفعون 45 واحتياجاتهم مختلفة؟ يقوم الواحد يشترك على قد احتياجه، واحد يشترك ب15، واحد يجدد مرتين، واحد حالته زينة يجدد 4 مرات، كل واحد راح ياخذ احتياجه من الانترنت. شكرا. فيما يخص الاشتراك القديم، هل يعني إمكانية البقاء عليه مستمرة أم المواطن يجب أن يشترك بالاشتراك المدعوم الجديد؟ الحقيقة الاشتراكات القديمة راح تبقى مستمرة وبالأسعار اللي هي 30,000 و45,000 و60,000، اللي هي سرعتها محدودة وبها مشاركة بالساعات. المواطن مخير بأن يختار الاشتراك المدعوم، بأن يختار الاشتراكات الحالية نفسها، ويجب أن ما يجبره الوكيل أو صاحب البرج على اختيار نوع معين من الاشتراك. إذا أجبر الوكيل يجب أن يبلغنا على هذه أرقام الشكاوى. سؤال أخير فيما يتعلق بال10 جيجا المجاني، هل سبق يعني الوزارة أطلقتها من قبل هذه الخدمة؟ لا، هذه أول مرة، حقيقة أول مرة الوزارة تطلق هدية مجانية إنترنت 10 جيجا لكل بيت.